أكتر من 500 ألف متر مربع معمول بعقل أيرلندي وروح مصرية. على بعد دقيقتين من الأهرامات بيقع مبنى ضخم كأنه خارج من التاريخ. المتحف المصري الجديد. من 2002 بدأ الحلم، 20 سنة شغل لحد ما اتحولت الصحراء دي لتحفة بتجمع 100 ألف قطعة أثرية من روح مصر القديمة. الواجهة دي مش مجرد جدار، ده كتاب مفتوح مكتوب باللغة الهيروغليفية. كل نقش بيحكي حكاية، وكل ضوء شمس بيعيد قراية التاريخ من جديد. وانت داخل من الباب في مشهد عظيم هتلاقي تمثال رمسيس الثاني في استقبالك اللي وزنه فوق ال 83 طن. بعدها هتعدي على السلالم الكبرى اللي كل درجة فيها بتنقلك لعصر تاني من عصور مصر القديمة. في المتحف المصري هتشوف مجموعة توت عنخ آمون لأول مرة، من التابوت الذهبي للعجلات للمجوهرات، حاجات محدش شافها من أكتر من 3000 سنة. صاحبي عايز أقولك إن ده مش متحف، ده وعد إن الحضارة دي عمرها ما هتموت.